ماشيين نذبحها، قال لك ابدا. انا احطها في الثلاجه، قال له على ما اخذت الصباح تيجي نعملها وناكلها مع بعض. طب خليها ساقط قاعده لحد يوم الخميس. القفص لقاها كل يوم متدحى والدحياي. راح دور على الرواق، كل ما لقاش عدل القفص لقاها ميته تحت القفص. فطست في وطبعا دي كانت قصة البطة اللي خالتي كانت مربيها لنا لحد ما نروح واحنا راجعين تذبحها وتدهنا وناخدها معاها، والحمد لله فطست، ملناش نصيب فيها. هنا كنا عاملين بيتزا بقى وكده وحطيناها في الفرن وكلناها بعد ما استوت، ويلا بقى نروح الغيط. شجرة الليمون حلوة قوي. تقول لك اخليه ايه؟ فين دي؟ اللي طالعه دي؟ لا حلو. مش بيقطفوها ليه؟ الحقي بس لسه خضرة. شكلها حلو. عدوا صورت انا بقى عايزه اقول لكم ان ده كان اخر يوم لينا في البلد، قلت اصور لكم حته كده منه قبل ما نمشي. كان يوم حلو قوي الصراحه، كلنا بقى وعملنا بيتزا ورحنا الغيط، وده واحنا مسافرين. جبنا بقى شويه مشتريات، نزلت كده من الحر والفرهده اللي الواحد فيها، مش قادره اقول لكم الجو صعب قد ايه، والرطوبه عاليه مخليه الواحد جسمه همدان. فقلت انزل اتمشى كده وجبت شويه حاجات. طبعا انا رجعت من السفر بقالي كام يوم، ورجعت تعبانه جدا جدا. معرفش بقى ده ميكروب في الجو ولا هو من تغيير الاكل او حاجه. جالي ميكروب في معدتي لدرجه ان انا كنت بدوخ، وعندي ترجيع بقى واسهال، وكانت كانت حالتي صعبه قوي. يا دوبك فقت النهارده كده بعد ما جيت ب3-4 ايام. الحمد لله بقيت كويسه. نزلت بقى جبت شويه مشتريات كده، تعالى اوريها لكم. جبت بقى شويه شيبسي. هناك بقى ما كانش فيه الحاجات دي، واصلا عشان تروحي تجيبيها فلازم تروحي اماكن سوبر ماركت بعيد، فما كنتش بقالي كتير قوي ما اكلتهمش، لان انا اصلا مدمنه شيبسي والحاجات بتاعت جاكوار دي. جبت اللي بالجبنه ده حلو قوي، ولقيت ده نازل جديد من ابو عوف حلو قوي بالساور كريم. انا بحب اي حاجه بالساور كريم، فقلت اجيبه كده اجربه، شكله حلو قوي. جبت بقى شيبسي. انا عارفه ان الشيبسي ده مقاطعه، بس انا ما لقيتش والله. انا اصلا كده بحب اللي هو التايجر، الشيبسي نفسها بحب التايجر، فما لقيتش فجبت شيبسي. جبت ايه كمان؟ جبت الجاكوار اللي هو البلسويت كورن ده خطير، مش قادره اقول لكم عشق. انا اصلا بحب الاكل اللي هو مالح ومسكر في نفس الوقت، فبحبه قوي قوي قوي. هو واللي هو اللي شبه البوزو زي ده كده، بس برضو بالسويت كورن، بس ده طعمه اقوى تحسوه مسكر اكتر، حلوة قوي. جبت بقى حاجة مسكرة كده، جبت مورو انا بحبها، وجبت 2 كريم كراميل عشان نعمل كيكة قدرة قادر. هصورها لكم برضو وانا بعملها، واوريكم الطريقة واوريكم بتتعمل ازاي. عملتها قبل كده كانت خطيرة، كان طعمها حلو قوي، بس ما كنتش عارفة يعني ما صورتهاش ساعتها. بس كده الشنطة دي بقى فيها حاجات خطيرة. تعالوا بقى كده اوريكم واحدة واحدة. اول حاجة اوريكم المكنة بتاعت فينوس دي، حلوة جدا 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 ومنجزة وسهلة وحلوة قوي، والجل اللي فيها خطير.
انا كان نفسي اجيب اللي هي الصفرة، شفراتها اكتر وحلوة احسن من دي بكتير. هي بتفرق بس في عدد الشفرات، انما الاتنين حلوين على فكرة. يعني انا كنت بستخدم دي بقالي فترة، كانت اسراء اختي جايبة المكنة نفسها وانا كنت واخدة منها الشفرة. وكان عندي مكنة كده تاني مش فاكرة كانت بتاع مكنة نوعها ايه، فكنت بركب عليها الشفرة كنت بستخدمها. بس قلت لا، عايزة بقى اجيب واحدة، فجبت دي عاملة 360. هي المكنة ومعاها شفرتين من جوه. استنى اوريها لكم اهي، حلوة قوي. الشفرتين دول بقى كده، عايزه اقول لكم ان الشفرات بتتباع لوحديها عامله 400 جنيه 4 شفرات، برضو حلوه مش غاليه. دي انا جبتها بقى ايه المكنه اللي هي اليد ومعاها الشفرتين ب 360، سعرها حلو. بس فصراحه منجزه جدا وحلوه قوي، وما بتخليش الشعر الايد او الشعر بتاع الرجل ان هو يطلع على طول. بالعكس، لما بقالي فتره كبيره بستخدمها، فواحده في واحده الشعر بيقل مش بيزيد، فحلوه قوي. لو عايزين يعمل لكم ريفيو بسيط كده عنها وعن طريقه استخدامها وازاي تستخدميها بطريقه كويسه وصحيحه ان هي ما تزودش معاكي الشعر بعد كده، قولولي في الكومنت وانا اعمل لكم ريفيو كامل عنها. بس هي فعلا حقيقي حلوه قوي ومنجزه. بس كده جبت كمان شويه اكسسوارز كده. اخر مره طبعا قبل ما اسافر انتوا شايفين ان انا كان نفسي قوي ان انا اجيب سلسله، بس ما كنتش لاقي حاجات حلوه اصلا خالص، ما كانش حد منزل حاجات شكلها حلو، وكنت جايبه واحده ورجعتها. نزلت بقى جبت شويه حاجات برضو كده. جبت الانسيال ده، كان نفسي فيه برضو، كان حلو قوي، من الحاجات اللي كانت عجباني. في برضو كذا واحد كده عجبني، بس يعني واحده في واحده بقى نجيب كل فتره كده حاجه. فده حلو قوي في اللبس، وبالذات بقى في الشتاء، على الشتاء جاي بقى وداخل علينا، وجواكت وكود بقى وحاجات كده خطيره، فده بيبقى شياكه قوي. وهجيب السلسله بتاعته بس ما لقيتهاش، بتبقى برضو شيك في اللبس قوي. فده من الحاجات اللي انا كنت مبسوطه قوي ان انا جبتها، شكله جميل، وكنت بقالي فتره اصلا بدور عليه عشان اجيبه، مكنتش لاقياه، فاول ما نزل جبته. جبت كمان السلسلتين دول. جبت دي اللي هي القلب الاسود دي، كان في منها الابيض برضو، بس حسيت ان الاسود اشيك، شكلها برضو حلو قوي. دي كانت عامله 50، والانسيال ده كان عامل 125. والسلسله دي برضو حلوه قوي. اصلا كنت هجيب اللي هي ظهر الحيه، بس ما لقيتهاش لقيت بقى دي شكلها حلو كده. عايزه اجيب بقى اللي هي السلسله اللي بيبقى فيها الحموصه دي، حلوه، بتبقى بيزك وتتلبس مع اي سلسله تاني، شكلهم حلو. فقولولي كده، قولولي رايكم فيها. كنت نازله برضك عشان ارجع فيه انسيال كنت جايباه من نفس المكان. بس بصوا هوريهولكم. بصوا اللي هي الحاجات اللي عند القفل دي، لو واخدين بالكم ابيضت. فطبعا المحل ده بيبيع الحاجه على اساس ان هي استانلس ما بتصديش او ما بتبيضش، فكان قايل ان اي حاجه تبيض هي على مسؤوليته، وان لو جبتيها يعني هيغيرها لك. لما رحت صراحه اقول له، قال لي تعالي لي بكره وانا هغيرهم لك. بس شكله حلو قوي برضو. الانسيال ده كنت جايباه قبل ما اسافر، من الحاجات برضو الشيك اللي انا بحبها. كمان جبت بقى شويه حاجات كده شخصيه. جبت الوايت بتاع وايت دوت، حلو قوي، بيبقى حلو. انا جايبه الصغير ليه؟ عشان بيبقى سهل كده ان انت تحطيه في الشنطه بتاعت ايدك، وما بياخدش مكان خالص في الشنطه. فجبت اللي هو بالعود ده، حلو قوي، بالعود. فده جبت منه 2، جبت دي، وجبت كمان اللي هي اللي بالورد دي، ريحتها حلوه قوي.
جبت 2 كده لشنطة الايد، وجبت كمان حجر للساعة، كنت محتاجة حجر. وجبت كمان جبت الباد بتاعت مولبت دي اللي هي الالترا الرفيعة، كنت كلمتكم عنها برضو قبل كده، حلوة جدا جدا ومريحة. جبت كمان الرول اون بتاع ستارفل دوت، طبعا كنت عامله لكم ريفيو عنه، حلو جدا جدا جدا، احلى حاجه ممكن اكون استخدمتها، وكمان سعرها حلو قوي. هاتوها من محلات بتاعه التجميل اللي هي بتبيع مثلا منظفات او حاجه زي كده، ما تجيبوهاش من الصيدليه لان هتلاقيها اغلى من كده بكتير. هي في الصيدليه ممكن يكون عامل 140 130، انا جايباه من المحل منظفات عامل 105. كنت جايبه اللي هو بغطا لبني اللي باللافندر، ريحته خطيره، بس قلت بقى اجرب البينك دوت، هو باين ريحته ورد، بس عارف ليه لما شميتها ما حبيتهاش، اللبني احلى بكتير، بس تغيير. حلو جدا على فكره، وفي الصيف حلو قوي برضو، وفي الشتاء احلى بكتير وبيقعد فتره اطول. جبت كمان المناديل دي برضو لشنطة الايد، حلوة قوي بتاعت وايت، جبت منها 3، جبت دي وجبت دي وجبت دي هخليها هنا جنبي كده على جنب السرير، ودول هخليهم للشنطة. جبت كمان فرشة سنان، جبت اللي هي الفرش بتاعتها سوفت. بصوا احسن حاجة الفرش السنان، الفرشة اللي هي بتبقى سوفت اللي هي بتبقى ناعمة على السنان، واحسن حاجة يعني يستحسن انتي تجيبيها بغطا، لان الحاجة في الحمام او في التويليت بتلم بكتيريا. الله اعلم بقى بتلم بكتيريا منين، ممكن انتي بتاخدي دش غصب عنك الصابون او الشاور او الشامبو يطرطش بقى في كل حته، فيجي عليها فيعمل بكتيريا، فيعملك عدوى في اسنانك. ف يعني عشان نتجنب كل ده هاتيها بغطا احسن، ويبقى غطا كده مقفول عشان نتجنب بس ايه اي ضرر. جبت الوايبس دي حلوه قوي للبشره الحساسه، دي بقى خليها في البيت عندي هنا بستخدمها بقى، بتنفع لاي حاجه، اي حاجه تغسلي بقى، تمسحي ايدك، حاجه وقعت على الهدوم مش قادره مثلا تقومي، حاجه اتدلقت على التسريحه، عايزه تنضفي التسريحه بس مش قادره تقومي تجيبي مثلا حته مبلوله وكده، الوايبس منجز في كل حاجه. بس وكمان جبتها البشره الحساسه بحيث ان انا ايه، هي كمان على فكره للاطفال، بس حلوه قوي، وعلى فكره مش غاليه، ب30 جنيه، وفي منها انواع كتير. جبت البينك دي للبشره الحساسه، حلوه قوي. عايزه كمان اوريكم حاجه، لما كنت في البلد خالتي ادتهاني، كان هي خالتي جوزها في السعوديه، فبيجيب لها كل حاجه من هناك، كان جايب لها الكوفي ميد ده حلو قوي، بيتحط على النسكافيه انتوا عارفينه طبعا، ده بديل للبن، فادتني واحده، كان عندها واحده اللي هي فري فات دي من غير دهون، وكان عندها دي، بس انا خدت دي، قلت اجربها كده، بس بصراحة اللبن احلى، يعني تحسوها ملهاش طعم، هي منجزة لو انتي مش لسه بقى هتقعدي تسخني لبن وتعملي ومش عارف ايه وتعملي وش، فانتوا بتحطوا السكر على النسكافيه، على معلقتين من دول على شوية المية وخلاص شكرا، بس حلوة يعني. بس كده، دول بقى الحاجة اللي انا جبتها. تعالوا بقى ايه نروح نتعشى عشان ناخد العلاج. تعالي شو افتحي لي طبق التين. جبنا طبق تين. مش عارفاه خالص، مش متعرفه عليه اهيله، واديله شكل تاني اصعب عليا قوي. طب قولي لي، احكي لي اخبارك على قد دي، هتعملي ايه جديد؟
كده اهو طلعنا الكريم كراميل. بصوا يعني عايز يبقى بالقوام ده كده عشان يبقى حلو ان انتوا تعرفوا تحطوا عليه الكيكه. هنروح بقى نعمل خليط الكيكه ونصبه بقى مع بعض عليه. هنحط 3 بيضات للكيكه، وهنحط نص كوبايه سكر لان الكريم كراميل مسكر، وهحط باكوين فانيليا، هنضرب بقى كويس البيض مع السكر. هنحط بعد كده نص كوبايه زيت. حطي لي هنا لبن يا ماما. بعد كده هنحط كوبايه لبن وهنخلط. هو حسن مش ابيض ليه؟ وهنخلط كل ده كويس. بعد كده بقى نحط معلقتين كاكاو كبار. كاكاو يبقى كاكاو خام اللي هو من غير سكر. انا دي تاني. بعد كده بقى نحط كوبايه من الدقيق وعليها بيكنج باودر اللي هو كيك شيف، وهنقلب كويس كده. خلاص اهو الكيكه معانا خلصت. بصوا قوامها. هنروح بقى ايه، هنصبها على هنصبها على الكريم كراميل. كده صبيت الخليط بتاع الكيكه فوق الكريم كراميل عشان نسويها بقى. انا مسخنه الفرن قبليها ب5 دقايق، وهنحطها بقى في صينيه فيها ميه دافيه. دي طريقه التسويه بتاعتها. نحطها في صينيه فيها ميه دافيه، نص الصينيه كده ميه، نحط الصينيه بتاعت الكيكه فيها ونسيبها بقى في الفرن. هتاخد معاكي من ساعه الا ربع لنص ساعه على حسب ما تستوي. اعملي لها اختبار بالخله اهي. حطيتها كده في الصينيه فيها ميه، هحطها بقى في الفرن. الكيكه بعد ما طلعت من الفرن طبعا بتجسيها الاول بالخله، تشوفي الكيكه استوت ولا لا. استوت معاكي هي دوبك 45 دقيقه 50 دقيقه بالكتير. هتطلع تسيبيها تدفى شويه، وبعد كده تدخليها بقى الفرن، تدخليها التلاجة وتسيبيها ليله كامله، والصبح بقى تطلعيها تقلبيها. عشان تقلبيها بالسباتولا كده يعني تعملي فراغ عشان ايه تطلع من الصينيه بس. وبعد كده تحطيها في ميه دافيه شويه عشان بحيث الكراميل يفك شويه. بعد كده تقلبيها تتقلب معاكي. طالعه بقى مش قادره اقول لكم على الجمال. بصوا الطبقات. انا قلبتها امبارح وحطيتها في التلاجة وسبتها، واحنا تاني يوم الصبح اهو عامله بقى ايه كوبايه نسكافيه، وهنقطع كده حته ونفطر بقى بيها. هنقطع بقى ايه حته كده ناخدها نفطر بيها، وكمان اوريها لكم. هنا بقى كان عيد ميلاد نوح ابن اختي. رحت جبت له تورتايه وجبت له الهديه بتاعته، لان انا كنت في يوم عيد ميلاده كنت مسافره، واول ما رجعت جبت له التورته وجبت له هديه ورحت له. تعالوا بقى اوريكم رد فعله. انت عارف دي ايه؟ طيب بص عليها الاول من بره، اعدل الكرتونه. قولوا لي بقى ايه رايكم في الهديه. انا جبت له باسكت بول كان نفسه فيها قوي، وكمان مع التورتايه فرح بيهم قوي. وبس، يا رب يكون الفيديو عجبكم. استنوني في فيديو جديد.